تتصوري ان انا افقد 7 مليار دولار دخل مباشر، اموال سايلة من قناة السويس خلال ال11 شهر اللي فاتوا. وبالرغم من كده بفضل الله سبحانه وتعالى يتقال شهادة من صندوق النقد الدولي ان المسار الاصلاح الاقتصادي في مصر ماشي كويس. ده انا فقدت 7 مليار اللي دول كنت ممكن اضخهم في حاجات كتير قوي في البلد. 7 مليار دولار ده رقم كبير. 7 مليار دول 350 مليار جنيه. ده لما بقول اثار حرب، ده اثار الحرب. طب حد عارف احنا كم قد ايه تقريبا القمح اللي احنا بنستهلكه في السنة؟ حد يعرف؟ اتفضلي حضرتك. اعتقد في حدود 20 مليون طن. ايوه يا فندم، 20 مليون طن. احنا بننتج نصهم وبنستورد نصهم. اتفضلي. طيب لما كنت انت من 50 سنة كانت الرقعة الزراعية في مصر تقريبا 6-7 مليون فدان، وكان عددنا في حدود 30 مليون. لما تقسمي 7-8 مليون فدان او 7 مليون فدان على 30 مليون تقريبا يعني تلت فدان. كويس. طب لو انا عندي 10 مليون فدان دلوقتي وعندي عدد سكان عشان ما يبقى سهل عليا 100 مليون، بقى عشر. بقى ايه؟ هو ليه ايام محمد علي كانت البلد وبعد كده عندها ظروف اقتصادية افضل من دلوقتي؟ لان ساعتها كان عنده 4.5-5 مليون فدان وكانت الدولة 4 مليون، وبالتالي فكان كل انسان ليه ايه؟ فدان. فطلباته متقضية من جوه مصر، قمح وذرة وقطن وحاجات اخرى، فعايش. ثم كانت كل بيوت اهلنا في الريف كانت عبارة عن مشروعات صغيرة منتجة، عنده راس ماشية او 2 أو 3 بيستخدمها في الزراعة وياخد اللبن بتاعها، يستفيد بجزء منه ويصنع جزء اخر. الجزء اللي يصنعه يبعته يبيعه في المركز او يبيعه في القاهرة، والبيض نفس الكلام وكلام من هذا القبيل. فكان عندك مثلا لو قلت في الريف 1 ولا 2 ولا 3 حتى في الوقت ده، فكلهم كانوا عبارة عن منتجين. فانت مش محتاجة تطلعي دولار خالص تشتري بيه حاجة من بره، لان حاجتك موجودة جوه مصر. وكل ما احتياجنا للدولار بيزيد كل ما بيكون ليه تأثير مش كويس على الاقتصاد بتاعنا. لو طن القمح انا بجيبه من مصر هجيبه بالجنيه ويبقى ناتج محلي وعمالة اشتغلت. طب لو بجيبه من بره هبقى عايز دولار، وطبقا لسعر القمح ساعتها. لو احنا كمهتمين مش فاهمين ده كله، هتبقى دايما حاسس بان اللي قدامك ما بيعملش شغله، واللي قدامك مقصر، واللي قدامك ظالمك وظالم ظروفك وبيقسى عليك. لكن لو فهمت كفايه انك انت اقل حاجه انك انت تقول يعني ربنا يساعدك.